انا مش عايز ابقى ببالغ، بس دي اكتر فطيره بتبسطني اليومين دول. طيب ده واحد من احلى اماكن الفطير اللي اكتشفتها معاكم، وبدون مبالغه هو من اجمد اماكن الفطير اللي جربتها الفتره اللي فاتت. وعشان كده اول ما عرفت ان فطاطري سفيان فتح فرع جديد جنب مني في المهندسين، قلت لازم اروح اطلب منه اوردر فطير معتبر. فلو انت بتحب الفطير زيي وجعان، تعالى بقى اقول لك تطلب ايه من عند سفيان. واول حاجه لازم تطلبوها من عندهم هي الفطيره الحرشه، فطيره سجق بسطرمه كيري. الفطير معمول صح قوي، مقرمش حلو، الحاجات اللي جواه كلها حلوه. يعني انا ممكن بس هاجي على رايي هو اكل شويه السجق اللي جوه الفطيره ديت وبس، مش عايز حاجه تاني. هما كمان بيعملوا بيتزا تشيكن رانش، ما كنتش مصدق جمالها وحلاوتها. عجينه البيتزا نفسها تحفه، خفيفه، تتبيله الفراخ اللي عليها اصلا كمان حلوه قوي. الرانش صوص كمان بيستخدموا رانش صوص بكواليتي بجد 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 نضيف قوي. ولو انت عامل دايت زي حالاتي وما بتعكش كتير بس نفسك رايحه للبيتزا والفطير، فخليني اقول لك ان هما دلوقتي عاملين بيتزا وفطير للناس الهيلثي، ودي بتبقى معموله كلها من دقيق الحبه الكامله. انا عن نفسي جربت البيتزا بالسجق والتونه، وبصراحه اللي بالسجق دي عجبتني قوي وحبيتها اكتر من التونه. مستحيل دي تكون بيتزا دايت. بس كل اللي فات ده بقى كوم، وفطيره البغاشه بتاعتهم دي كوم تاني خالص. يا جماعه بجد الفطيره دي ما تتقاومش. البغاشه الافضل على الاطلاق. انا مش عايز ابالغ تاني، بس انا دي هخلصها دلوقتي حالا من كتر جمالها ومن كتر حلاوتها. وبكده اكون جربت معاكم فطاطري سفيان لتاني مره، واللي فعلا في كل مره بتبسط بالفطير بتاعه زي اول مره بالظبط. تجربتنا المره دي كانت من فرعهم الجديد لناحيه شارع سوريا في المهندسين، ده غير ان عنده في حدائق اكتوبر والمريوطيه فرعين تانيين. انتوا كمان جربوه لو عايزين تاكلوا فطير مخدوم ونضيف وطعمه خطير، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانيه كتير.